السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد تاني درس من درس تالتة اعدادي اسمه العلاقات والدوال. المرة اللي فاتت خدنا العلاقة بين س وصاد وعملنا الضرب الديكارتي والحاجات دي كلها. النهاردة بقى هناخد العلاقة، يعني هو بيقولك ايه؟ عايز العلاقة بين س وصاد. تعال نشرح بالمثال على طول. بيقولك س عناصر س 3 1 و2 وصاد 1 و2 و3 و4 و5 و6، وكانت عين علاقة من س لصاد. العين دي المسمى بتاع العلاقة ما بينهم. طيب حاجة تعني ان أ بتساوي نص ب. طيب لكل أ في س اكتب بيان عين. عايزين نكتب بيان عين. طب يعني ايه بيان عين؟ بيقولك هنا ايه؟ دي اللي مهمة، الحتة اللي بين القوسين دي اللي مهمة. مهمة ازاي؟ بيقولك أ بتساوي نص ب. طيب فين في العناصر هنا نص؟ يعني مثلا ايه؟ فين أ اصلا وفين ب؟ س دي عناصر أ وصاد دي عناصر ب. هو كاتبها لك اهو، الألف جزء من س وب جزء من صاد. طيب تعالى نشوف هنا الألف. تعالى نضرب النص في كل واحدة من هنا، نشوف هتدينا رقم من الس ولا لا. واحد في نص بنص موجود هنا؟ لا، يبقى أول حاجة الواحد مرفوضة. 2 في نص بكام؟ بواحد موجودة هنا. يبقى أول حاجة رقمين مع بعض اللي هما الاتنين والواحد اهو. طيب تلاتة في نص هتطلع بتلاتة على 2 موجودة هنا؟ لا، يبقى هنا خلاص دي خلصنا منها، دي مشيت. 4 في نص ب2 موجودة هنا؟ يبقى 2 و4 اهو. حلو اهو. الخمسة موجودة، 5 في نص هتطلع 5 على 2 موجودة هنا؟ لا، يبقى دي مش مرفوضة. 6 في نص ب3 موجودة هنا؟ يبقى هنا 3 و6. كده انا جبت بيان عين. يبقى كده جبت الارقام اللي مكتوبة اللي ما تنفع العلاقة بين ألف وب في السياق ده، يبقى أنا كتبت بيان عين. طيب تعال نشوف سؤال تاني. بيقول لك إيه؟ هو الدرس ده عايز بس تركيز شوية صغيرين وأنت بتحل، يعني تفهم يعني هو عايز إيه. بيقول لك إذا كانت س وصاد، تعال نلغي الحل كده، سالب 1 و1 و2 وصاد 2 و4 و6 و8، وكانت عين علاقة من س إلى صاد، حيث أن العلاقة دي اللي مهمة أهي 2 أ زائد 4 المفروض يديك ب. فين عناصر ب؟ دي أ ودي ب. تعالى بقى نجرب كل حاجة. نجرب كل حاجة ازاي؟ يعني هنمسك كل عناصر أ نجمع، نضربها في 2 ونجمع عليهم 4 نشوف هيديك حاجة من ب ولا لا. تعالى نمسك أول حاجة. هنكتب ايه؟ عند أ بتساوي سالب 1، يبقى نعوض هنا، هنشيل أ ونحط سالب 1، نكتب يبقى سالب 1 في 2 سوري هي مضروبة في 2 اهو. هنا أ بتساوي سالب 1 عند، عشان هو أول رقم اهو، يبقى أنا هنشوف هنا هتطلع بكام؟ 2 في سالب 1 زائد 4. 2 في سالب 1 بسالب 2، 2 في سالب 1 بسالب 2 زائد 4، بناخد إشارة الكبير ونطرح، يبقى 4 هتطلع 2 الاتنين دي موجودة في العناصر بتاعت ب اهي. يبقى أول حاجة في بيان عين اللي أنا عايزاها كام وكام؟ اهو كام وكام؟ عوضت بسالب 1، سالب 1 واديتك كام الناحية التانية؟ اديتك 2 بس اهي. طب نجرب ايه عند بتساوي 1؟ نمسح دي. عند أ بتساوي 1 تعالى نعوض، يبقى هنا 2 في 1 زائد 4. 2 في 1 ب2 و4 6 موجودة هنا؟ موجودة. يبقى أول حاجة لما عوضت بواحد اداك 6 اهو. تمام. نعوض بالتالتة عشان المكان صغير، بس عشان السبورة كبيرة مش عارفة اكتب فين، فهنكتب هنا عند أ بتساوي 2. تعالى بقى نشوف، يبقى 2 في 2 زائد 4. 2 في 2 ب4، 4 و4 8 موجودة هنا؟ يبقى أول تاني حاجة تبقى 2 و4. يبقى أنا كتبت بيان عين، كتبت اللي هو عايزه اهو، سالب 1 و2 1 و6 و2 و8. عمل بقى المخطط، رسم السين والصاد، سالب 1 و1 و2، ده مخطط السين اهو، وده مخطط الصاد. الصاد 2 و6 و4 و8 اللي هو كاتبهم لك فوق اهو. تمام. وصل بقى السالب 1 مع الاتنين
زي ما احنا ماشيين، الواحد مع الستة، الاتنين مع التمانية اهو بس. طيب نشوف تاني. بيقول لك ايه؟ لازم تحفظ بقى المسميات. يعني هنا بيقول لك معكوس جمعي والمعكوس الضربي، دول مهمين. ايه الفرق بين المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي؟ احنا واخدينها قبل كده، انا براجع عليها. المفروض معكوس الجمعي يعني تغيير اشارات، تغيير اشارات. معكوس الضربي يعني بشقلب. الفرق بين ده وده، المعكوس الجمعي لو هو بيقولك المعكوس الجمعي الاتنين يبقى -2، بسالب 3 تبقى 3، بنغير اشارات. طب المعكوس الضربي الاتنين بتبقى 1/2. معكوس الضربي 5/2، يعني هنا مثلا اهو 5/2. عايزه ايه المعكوس الضربي ليها؟ تبقى 2/5. طب هنا 3. طب 3 دي تعتبر 3 على كام؟ على الواحد. عايزه معكوس الضرب الواحد يبقى 1/3. طب المعكوس الجمعي اشارات 2 تبقى -2، -5 تبقى 5، من غير اشارات. ده الفرق ما بينهم. تمام. طيب امتى اقول عن العلاقه دي حصلت داله؟ لما يحصل ايه؟ كل عنصر من س بيظهر مره واحده بس في عناصر ص. يعني كل عنصر من عناصر س يظهر مره واحده فقط كمسقط اول. لو ظهر اكتر من مره ما تبقاش داله. طب ازاي بقى؟ تعالوا بقى نحل السؤال كده على طول كامل مش محلول. بيقول لك ايه؟ س عناصر س 1 و2 و3 اللي هي عناصر أ، ص اللي هي ب اهو. تعالى بقى نقول ايه. بيقول لك كانت عين علاقه من س الى ص، حيث أ علاقه ب تعني ان أ معكوس ضربي للعدد ب. لكل أ اكتب بيان عين. عايزين نكتب بيان عين. معكوس الضربي احنا قلنا ايه؟ بنشقلب. بيان عين بتساوي، بيقول لك أ معكوس ضربي. طيب الاتنين هنا الواحد معكوسها الضربي كام؟ الواحد معكوسها الضربي تعتبر 1/1. تمام. 1/1 فيها كام؟ فيها الواحد. يبقى اول حاجه نافعه مع بعض الواحد والواحد تحت اهو. طب الاتنين معكوسها الضربي يعتبر هنا 2/1. معكوسها الضربي كام؟ اللي هي نص موجوده اللي هي هتبقى 2.5. برافو. طب 3 معكوسها الضربي تعتبر 3/1، عكسها يبقى 1/3، يبقى هنا 3 وتلت. طب عايزين نعرف دي داله ولا لا. هو مكملش بقيه السؤال بس انا عايزه افهم النقطه دي داله ولا لا. هنكتب عناصر س وعناصر ص. عناصر س كام؟ اللي هي 1 و2 و3. عناصر ص 1.5 وتلت وخمس. تعال نشوف كده، تعال نوصل 1 و1، 2.5، 3 وتلت. دي دالة؟ دالة. ليه؟ عشان كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد بس لصاد. كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد بس لصاد، يبقى دي دالة. تمام. بيقول لك ايه من عقاد يمثل دالة واذكر مداها. دي تنفع دالة؟ اول حاجة اهو دي الجزء بتاع الدالة. 1 ده 2، 2 خرج منها نفس السهم، وال3 خرج منها نفس السهم، يبقى ليست دالة. ليه بقى؟ عشان المفروض كل حاجه يبقى خارج منها سهم واحد لواحد بس، ما يخرجش لاكتر من كده. يعني هنا تعالى بص نشوف بيقول ايه. تقع عليه نقطه واحده. يعني من مخطط الرسم البياني يخرج منه سهم واحد فقط الى احد عناصر ص. كل خط راسي تقع عليه نقطه واحده. طيب معلش الجزئيه الصغننه دي انا اللي اتلخبطت هنا. عادي دي داله. ليه؟ عشان دي خرج منها سهم واحد ودي سهم واحد ودي سهم واحد، تبقى داله. معلش انا اللي اتلخبطت، يبقى دي داله. تمام. طب دي داله؟ باين دي سهم واحد سهم واحد سهم واحد داله. طب دي داله ولا ليست داله؟ لا ليست داله، عشان الواحد خرج منها 2، يبقى دي ليست داله. طب دي خرج منها واحد ودي في النص دي ما خرجش، يبقى ليست داله. لازم يخرج منها سهم واحد. خرج سهم واحد بقى لمكان. يعني الثلاثه دول مثلا لو دي واحد ودي يبقى دي برضو داله. دي داله برضو. ليه؟ عشان الواحد خرج منها سهم والاثنين خرج منها سهم، الثلاثه خرج منها سهم، ما يهمنيش خرج راح فين، المهم خرج منها سهم واحد. يبقى هنا لما يخرج من عناصر س سهم واحد لاي عنصر من عناصر ص، يبقى ده داله. طيب بيقول لك ايه؟ عايزين نحل السؤال ده
بيقول لك علاقة، عايز بيان عين وعايز يعرف المخطط السهمي وعارف هي دالة ولا لا. ده سؤال كامل في الامتحان. طب هنا ألف وهنا ب زي ما احنا متعودين. بيقول لك الشرط الأساسي إن ألف بتساوي جذر ب، يبقى أنا همسك كل عناصر ب وأعمل لها جذر. لو طلعت في ألف يبقى ده بيان. نكتب بقى إيه؟ بيان عين. تعالوا نشوف بقى إيه اللي هينفع مع بعض. أول حاجة عند ألف، لا عند ب، عشان احنا هنشتغل على ب. عند ب بتساوي كام؟ 1. يبقى هنا نشوف، يبقى جذر الواحد بواحد موجود في ألف، يبقى 1 و1. يبقى أول نقطة معانا 1 و1. تمام. تاني حاجة عايزين عند ب بتساوي 4. نشوف كده جذر ال4 موجودة. 2 موجودة اهي. يبقى تاني حاجة فين ألف؟ 2 و4. حلو. طيب جذر ال5 ب بتساوي 5. جذر ال5 موجودة؟ لا مفيش، يبقى 5 ما نفعتش. طب جذر ب بتساوي جذر ال7، يبقى جذر ال7 تنفع؟ لا مفيش. طب بعد كده جذر عند ب بتساوي 9. جذر ال9 تطلع كام؟ 3 موجودة. يبقى هنا هتبقى 3 و9. يبقى انا كده كتبت بيان عين. طب احنا عايزين نعمل بالمخطط السهمي اهو، هنشوف هي دالة ولا لا. انا كده كتبت بيان عين، كده ضمنت نص السؤال. يبقى هنا س وهنا ص. س كام؟ 1 و2 و3 و4 و5، وصاد 1 و4 و5 و7 و9. طيب تعالوا نوصل. 1 و1 اهو، 2 و4 اهو، 3 و9 بس. في حاجة تانية؟ لا. دي دالة؟ لا. ليه؟ عشان مش كل عناصر س خرج منها سهم، يبقى ليست دالة. بس كده. يبقى انا كده حليت السؤال بتاع دالة ولا ليست دالة ومخطط السهم. طيب تعالوا نحل سؤال تاني. هنحل ده. طيب بيقول لك ايه؟ اذا كانت س وصاد 1 و2 و3 و6 و11 س بس، وكانت عين علاقة على س. طيب هو فين الرقم التاني او فين المعادلة التانية؟ حلو اوي السؤال ده. بيقول لك س بس، هي فين صاد حضرتك؟ طب احنا هنعمل ايه؟ ما هو مفيش هنا ومفيش هنا مجموعة تانية. هنعمل ايه؟ هنشتغل على نفس المجموعة. يعني هنا برضو هتبقى صاد كام؟ 1 و2 و3 و6 و11. هنشتغل عليها، مفيش اي مشكله. انا سميتها بقى، ما انا هجيب لك ارقام منين؟ انت اللي بتقول لي ادي الف ودي ب. نشتغل. بيقول لك الف زائد 2 ب بيساوي عدد فردي. طيب تعالى بقى نشوف. الف زائد ب، تعالى نشوف عناصر الف مع عناصر ب. ثواني عشان هو في حاجه غلط هنا. معلش خلينا نحل السؤال ده عشان السؤال فوق فيه مشكلة، نرجع له بعدين. او انا هشوف بس الملزمة عشان في حاجة ناقصة في السؤال. اذا كانت س 0 و1 و4 و7 وصاد 1 و3 و5 وعين علاقة. طب احنا عايزين ايه؟ الف زائد ب ب8، يبقى ده الف وده ب. ده اخر سؤال هنحله باذن الله. هات بس ما نشوف السؤال اللي فوق فيه مشكلة ايه. طيب بيقول لك الف زائد ب، يبقى احنا نقول ايه؟ عند الف 0 زائد عند الف بتساوي 0. هنشوف كده 0 زائد كام يديك اصغر من الواحد، اصغر من 8. يعني المفروض 8 الاكبر. يبقى نكتب هنا بيان عين. نشوف كده 0 و1 يديك اصغر من 8. 0 و3 يديك اصغر من 8. 0 هنمشي كل ده لسه هنشوف. 0 وكام؟ 0 و5 يديك اصغر من 8. وعندك كام؟ 0 و6 يديك كام؟ اصغر من 8. طب نشوف بقى 1 و1 يديك اصغر من 8، لان 1 و1 2 يديك اصغر من 8. 1 و3 يديك اصغر من 8. 1 و5 يديك اصغر من 8. و1 و6 يديك اصغر من 8. تمام. نخش على كام؟ على خلصنا
الصفر والواحد الأربعة، 4 و1 5 يبقى 4 و1 5 تمام. 4 و3 كام؟ 6 7 8 مش هتنفع، 4 و3 مش هتنفع، فالتاني مش هينفع، يبقى كده 4 و1. السبعة 7 وكام يديك حاجة أصغر من 8؟ مفيش، يبقى السبعة كده، يبقى احنا وقفنا لحد هنا. طب من الشكل ده دي دالة؟ لا، ليه بقى؟ عشان الصفر بص خارج منها كام سهم؟ ادي 1 2 3 4، والواحد خارج منها كام سهم؟ ادي 1 2 3 4، يبقى احنا كده دي ليست دالة. عايز ترسم بقى رسم البياني تكمل، مش عايز تكمل مش هيحصل مشكلة. كده عرفنا ايه العلاقة بين الدالة وليست دالة. السؤال اللي فوق ده هعيده المرة الجاية، نشوف بس ايه الغلط اللي فيه وان شاء الله ربنا يكمل.